سلام. عمرك سولتي راسك علاش الارقام اللي كنكتبوا بها دابا كتسمى في العالم بالارقام العربيه في حين ان المشرق كيكتبوا بارقام اخرى؟ السر كامل كاين هنا في بلادنا، وبالضبط عند واحد العالم عبقري سميتو ابن الياسمين. اجيو معايا نصحوا التاريخ في دقيقه. هو ابن الياسمين عبد الله بن حجاج، عالم رياضيات امازيغي من الطراز الرفيع، عاش في عهد الدوله الموحديه. ما اخترعش الارقام من الزيرو صافي، ولكن هو اللي طور علم الجبر ودار منظومة شعرية كيشرح فيها قواعد الحساب بسهولة. الأرقام اللي كنستعملوا اليوم كتسمى بالأرقام الغبارية، تصممات بهذا الشكل اللي كيعتمد على عدد الزوايا في كل رقم باش تكون أسهل في الحساب من الأرقام الرومانية اللي كانت معقدة وصعيبة بزاف في ديك الوقت. وهنا كنجيو للسبب اللي خلى هذه الأرقام تنتشر في العالم، واللي هو البابا سيلفستر الثاني. في القرن العاشر للميلاد قطع البحور وجا لبلاد المغرب باش يقرا العلوم في جامعة القرويين بفاس، وهنا تبهض بالنظام ديال الارقام اللي كانوا كيخدموا به الامازيغ والمسلمين في ديك الوقت. وملي رجع لاوروبا دا معاه هاد العلم ونشرو تماك، وبسببه اوروبا خرجت من عصر الظلمات الحسابيه وبدات في العصر الحديث. هاد الارقام اللي تطورات فوق ارضنا وبفضل علمائنا وجامعاتنا هي اليوم اللغه العالميه للعلوم. تاريخ بلادنا عامر بالكنوز اللي العالم كيخدم بها بلا ما يعرف اصلها، وحنا اللي خاصنا نعرفوا بها. الى عجبك هذا الفيديو بارطاجيه مع صاحبك باش يعرف شكون هو ابن الياسمين.